السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم في فقرة جديدة من أخبار الأهلي اليوم. أكد الدكتور أحمد جابالة طبيب الأهلي تعرض أليو ديانغ لكدمة في اليد وأحمد سيد زيزو لكدمة في الكاحل خلال مباراة الترجي، على أن يخضع اللاعبان لفحوصات طبية في القاهرة لتحديد موقفهما من لقاء الإياب بدوري أبطال إفريقيا يوم 21 من مارس. توروب أبلغ مسؤول الأهلي بصعوبة استمرار المهاجم البرتغالي كامويش بشكل نهائي. محمود البنا: استدعاء الفار في مباراة الترجي والأهلي غير صحيح، وركلة جزاء غير صحيحة تم احتسابها لنادي الترجي. الإعلامي محمد سعيد عبر إكس: التحكيم وتقنية الVAR في أفريقيا فاسد. مصدر من المنتخب: الجهاز الطبي والفني لمنتخب مصر يتابع مع محمد عبد المنعم حالته الفنية والبدنية بسبب الإصابة التي تعرض لها مؤخرا. المنتخب ينتظر تعافي اللاعب من الإصابة لكنه أقرب لعدم الانضمام في توقف مارس. محمد الشناوي يحرس مرمى الأهلي في مباراة الترجي بالقاهرة. إسامة حسني: هارد لك لكل لاعبة الأهلي اليوم، كنتم رجالة. ركلة جزاء للأهلي تمر مرور الكرام، ولكن كرة هاني تأخذ أكثر من دقيقة ليتم احتسابها. تحكيم فاسد بكل تأكيد. فقر تحكيمي هو ده عنوان للاتحاد الأفريقي. أهلا بالترجي في استاد القاهرة. يستوروب: كنت أعتقد أن التحكيم يراجع تقنية الفيديو كي يتم احتساب لعبة إمام عاشور، ولكن اكتشفت إنه يراجع لعبة ثانية. يستوروب: الجماهير هي من تعطي لكرة القدم معناها الحقيقي. الجماهير هي التي تصنع الأجواء وتمنحك رائحة الكرة الحقيقية. نحن لسنا سعداء بسبب عدم تواجد جماهيرنا في لقاء العودة، لكن لدينا ثقة في أنفسنا، ونثق في قدرتنا على العودة حتى في غياب جماهيرنا. توروب: خسرنا الشوط الأول في رادس، ولكننا سنعود بعد 6 أيام في القاهرة، وسنفوز ونصعد. وائل جمعة: عدم وجود رأس حربة حقيقي في الأهلي كانت نقطة مؤثرة جدا في عدم تسجيل الأهلي. تم التعاقد مع 3 مهاجمين، كنت أفكهم بلاعب واحد ممتاز ومحترم وعليه القيمة يقدر يقود هجوم الأهلي. وائل جمعة: مصطفى شوبير يستحق الإشادة وشيل 3 أهداف. باتريس بومي المدرب الترجي: كنا ننتظر هذه المباراة، بالنسبة لنا سجلنا الأول لنا ضد الأهلي منذ فترة طويلة، وكنا نعرف بأن الأهلي قادر على تبادل الكرات والحفاظ عليها لأن لديهم الكثير من اللاعبين أصحاب الجودة، ولكننا لعبنا بروح عالية واستطعنا تجاوز الصعوبات. وائل جمعة: الأهلي أفضل من المباريات الماضية نسبيا، ورغم المستوى الحالي كنا قادرين أن نسجل، ولكن الفريق سيء هجوميا جدا وأنت لازم تبقى هجوميا جيدا وتتاح لك فرص وتستغلها. كان في الأمكان أفضل ممن كان. التونسي سامي الطرابلسي: الأهلي قام بإبرام صفقات ليست في محلها. الشناوي: قدمنا مباراة جيدة، عندنا ماتش في القاهرة واللاعيبة عرفه أهمية المباراة وإن شاء الله هنصعد من مصر. يستوروب: المباراة تحددت نتيجتها بعد العودة للفيديو، وكنت أتوقع أنه يعود إلى الفار بسبب اللكمة التي تلقاها إمام عاشور داخل منطقة جزاء الترجي، لكن فوجئنا بأنه عائد لاحتساب ركلة جزاء ضدنا. خسرنا الشوط الأول من المباراة، لكن لدينا شوط آخر في القاهرة بعد 6 أيام وسنعود ونحقق الفوز. انتظرونا في حلقات جديدة من إخبار الأهلي لحظة بلحظة ومنتخب مصر. لا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل زر الإشعارات ليصلكم كل ما هو جديد.